أهلا بيكم. أكيد في أوقات كتير بنسأل نفسنا هو إحنا ليه بنحس بكل الإرهاق ده؟ ليه الطاقة بتكون خلصانة تماماً مع إننا حرفياً ما عملناش أي مجهود بدني يذكر؟ في شرحنا النهاردة هنفكك مع بعض الفكرة دي. ليه القلق بيتعب الجسم؟ وإزاي مش كل تعب بيكون سببه مجهود حركي؟ ده موضوع بيلمس حتة عميقة جوانا كلنا، فخلونا نفهم مع بعض إيه اللي بيحصل بالظبط. بصوا كده، مش كل تعب سببه مجهود. تخيلوا اللحظة دي، الواحد بيصحى من النوم، بيقعد على طرف السرير، والمفروض إن اليوم لسه بيبدأ ومحتاجين نكون في قمة النشاط. بس الحقيقة بتكون العكس تماماً. إحساس إن الجسم تقيل جداً، الملامح بهتانة، ومفيش أي طاقة للقيام من المكان. إرهاق حقيقي ووزن تقيل، رغم إن مفيش أي حاجة اتعملت لسه. الإحساس ده حقيقي جداً ومش مجرد وهم خالص. وده بياخدنا للقسم الأول، الإرهاق بدون مجهود، ولما الصحيان من النوم يكون تقيل. الفكرة هنا إن التعب الداخلي ده ليه وزن حقيقي فعلا. أحيانا بنحس إن جسمنا عبارة عن كتلة رصاص من غير أي مبرر واضح. دي بقى الأعراض الصامتة، زي الصحيان بدون طاقة كأن النوم ده مجاش أصلا، أو انعدام التركيز أو التقليب المستمر طول الليل. عشان كده ممكن نكون قاعدين على مكتب مليان شغل ومش قادرين نجمع فكرة واحدة. الدماغ بتكون مشغولة وصوت الأفكار عالي جدا، لدرجة إنها بتسحب كل الطاقة وبتخلي أسهل حاجة تبان كأنها جبل محتاجين نتسلقه. القسم الثاني لغة الجسم المتعب، وازاي القلق المكتوم بيظهر على جسمنا. طب تفتكروا إيه اللي بيحصل لما الضغط النفسي يتراكم من غير ما نعبر عنه؟ ببساطة الجسم بيبدأ يتكلم بلغته الخاصة، واللي قدامنا ده بيشرح كل حاجة. من بره المظهر الخارجي هادي وطبيعي، لكن من جوه الواقع مختلف تماماً. صداع، شد عنيف في عضلات الرقبة والكتف، وضيق في التنفس. إحنا حرفياً بنبذل مجهود خرافي عشان نحافظ على الهدوء الخارجي ده، في حين إن في عاصفة شغالة جوه. الكتمان ده لوحده بيحرق طاقة جبارة. عشان كده الجملة دي مهمة جدا. القلق مش في دماغك بس، دي حقيقي نقطة تحول. التفكير الزايد والخوف مش مجرد أفكار طايرة في الهوا، دي محفزات فسيولوجية قوية جدا. القلق بيتحول لكيمياء في الدم، عضلات بتتشد ونبض بيزيد. يعني هي تجربة جسدية كاملة، مش مجرد حالة عقلية. وندخل على القسم الثالث، حالة طوارئ داخلية، العيش في حالة تأهب قصوى. تخيلوا كده إن الجهاز العصبي معلق على زرار الإنذار طول الوقت، كأن في خطر بيهدد الحياة، بس الخطر ده موجود بس في الأفكار. اللفة دي من الإنذارات بتلخص الحقيقة العبقرية دي. عقلك يتخيل الخطر وجسمك يصدقه. الجسم البشري ما بيعرفش يفرق بين أسد بيهاجم ببد وبين خوف من المستقبل أو رسالة شغل مقلقة. أول ما العقل بيرسم سيناريو مخيف، الجسم بيتعامل معاه كأنه واقع بيحصل دلوقتي حالاً، وبيستعد للمواجهة. ولما الجسم بيصدق الخطر ده، الاستجابات بتكون مباشرة. ضربات قلب سريعة جدا، مغص واضطراب في المعدة، شد عضلي ما بيفكش، وحتى رعب وتوتر من مجرد رنة إشعار على الموبايل. تخيلوا شاشة الموبايل وهي بتنور ممكن تفعل استجابة الهروب أو المواجهة بالكامل. كل ده بيستنزف طاقة الجسم بشكل مش طبيعي، كأن الواحد كان بيجري في ماراثون وهو قاعد في مكانه. القسم الرابع، فخ لوم الذات. إحنا مش كسلانين. بعد كل الاستنزاف ده بيجي العبء النفسي الأكبر. بنبدأ نلوم نفسنا ونحكم عليها بالكسل، والإحساس بالذنب ده بيزود الطين بلة. لكن الحقيقة المريحة جدا هي إن جسمك مش ضعيف، جسمك مرهق. دي رسالة لازم كلنا نستوعبها. التعب ده مش معناه إن في خلل في الشخصية أو تراخي. الحقيقة بكل بساطة هي الإرهاق. الجسم شايل حمل تقيل جدا من الضغوط والأفكار، فمن الطبيعي والمنطقي جدا إنه يتعب. القسم الخامس، الراحة مش كسل، الابتعاد عن الإنذار. إحنا محتاجين نغير نظرتنا تماماً لمعنى الراحة. الراحة مش رفاهية ولا هروب من المسؤولية. الراحة بكل بساطة هي صيانة. زي ما أي آلة معقدة بتحتاج تقف عشان يتعمل لها صيانة دورية، الجهاز العصبي بتاعنا بيحتاج نفس الشيء بالظبط. لما بنفصل ونبعد عن الضغط وجرس الإنذار المزعج اللي شغال جوه الدماغ، إحنا كده مش بنستسلم، إحنا بنعمل صيانة بيولوجية حتمية لنظام مضغوط لآخره. طيب، إزاي نعمل الصيانة دي؟ خطوات بسيطة وهادية جدا هتخرج الجسم من حالة الطوارئ. أول حاجة، نبعد الموبايل عشان نقلل الدوشة الخارجية. تاني حاجة، نتنفس ببطء، ده بيبعت رسالة عصبية مباشرة للجسم إن مفيش أي خطر. وتالت حاجة، تفريغ الأفكار المزعجة دي على الورق في مكان هادي. الخطوات البسيطة دي بتساعد العقل إنه يسيب الحمل وتسمح للجسم إنه يرتاح بجد. القسم السادس والأخير، رسالة من جسمك، الاستماع بدلاً من المحاربة.
محتاجين نبطل نشوف الجسم على إنه عدو أو آلة بتعطل وتخزلنا. الجسم في الواقع رسول أمين جداً، بيحاول يوصل رسالة إن في ضغط زايد محتاجين نشوفه ونتعامل معاه مش نحاربه. وعشان كده مش لازم نعيش في حالة طوارئ طول الوقت. دي دعوة صريحة للتخلي عن الضغط. مسموح جداً إننا ننزل من حالة التأهب القصوى دي ونهدى شوية. الحياة مش كلها أزمات محتاجة استنفار. والخلاصة العميقة هنا، جسمك مش بيخذلك، جسمك بيقولك إنه محتاج يهدأ. الأعراض دي كلها، التعب والإرهاق اللي من غير مبرر، دي مجرد رجاء لطيف من أجهزة جسمنا إنها محتاجة سلام. الجسم مش بيعاند خالص، هو بس بيطلب مساحة من الهدوء عشان يقدر يكمل. يا ريت نقدر نوصل لحالة التقبل دي وناخد العهد البسيط ده. هسمع جسمي بدل ما ألومه. في نور الصباح الهادي مع كوباية قهوة أو في لحظة سكون بالليل، مجرد إدراك إننا محتاجين رعاية مش توبيخ بيعتبر خطوة كبيرة جدا في رحلة الشفاء والراحة الحقيقية. وفي النهاية دي دايماً السردية بتاعتنا في فهم الذات. نحن لا نحكم على أنفسنا، نحن نحاول أن نفهمها. الفهم هو بداية كل حاجة حلوة، وهو اللي بيزرع جوانا الرحمة والتعاطف. فيا ترى إيه هي أول رسالة أجهزة جسمنا بتحاول توصلها لنا النهاردة، وإحنا محتاجين نديها مساحة ونسمعها؟ فكروا في ده كويس وشاركوا الشرح ده مع أي حد حاسين إنه محتاج يسمعه. ودايماً خلوا بالكم من نفسكم وحاولوا تفهموها.